فاكر انك هتستنى اسبوعين عشان تبدأ العلاج الطبيعي؟ لا، اول يوم هو اول خطوة في الشفاء. العلاج الطبيعي ابدا مش مرحلة لاحقة، ده شريك في العملية من اول يوم. بعد ما بتصحى من عملية اعادة بناء الرباط الصليبي الامامي، دكتور العلاج الطبيعي بيبدأ معاك في المستشفى أول جلسات العلاج الطبيعي، وبيكون كالآتي: في أول 48 ساعة بيكون عندنا تمارين مهمة زي تمارين تنشيط العضلة الأمامية أو الكوادريسبس، بيكون عندنا رفع الساق لأعلى على السرير، تمرينات تنفس وتحريك خفيف للقدم لتفادي الجلطات، بنستعمل التلج لتقليل التورم. أما من اليوم الثالث لأسبوعين فبيكون تمارين المدى الحركي أو الرينج اوف موشن، وده عشان الركبة ما تتيبسش، تمارين خفيفة زي التني والبسط بدون تحميل زائد، وبتتعلم ازاي تستعمل العكازات بطريقة صحيحة. اما من الاسبوع الثالث فصاعدا فبيكون عندنا تقوية تدريجية للعضلات، تمارين توازن وتحكم عصبي وعضلي، تقييم مستمر لاستجابة الركبة وتحمل الألم، وهدفنا في أول 4 أسابيع هو استعادة 90 درجة من تاني الركبة. لكن مهم نكون بنفرد ركبتنا للآخر. لازم خلال الفترة دي نحقق توازن عضلي جيد حول المفصل. العلاج الطبيعي جزء مهم جدا من نجاح عمليتك. ما تضيعش أبدا أول أسبوع بعد الجراحة، التأهيل من أول يوم، وخلي ركبتك ترجع للحياة خطوة بخطوة. تابعني في أقوى سلسلة على الإنترنت لإجابة أهم 50 سؤال عن قطع الرباط الصليبي الأمامي. امتى بقدر ارجع اتمرن مرة تانية على الدراجة بعد عملية اعادة بناء للرباط الصليبي الامامي؟ والناس بتسأل: الدراجة رياضة ولا علاج بعد عملية اعادة بناء الرباط الصليبي؟ هو الحقيقة الاتنين مع بعض. ركوب الدراجة بعد عملية اعادة بناء للرباط الصليبي مش مجرد تمرين، دي محطة مهمة جدا في خطة التأهيل. طيب امتى تبدأ؟ اغلب البروتوكولات بتسمح بركوب الدراجة الثابتة اللي هي ستيشنري بايب من الاسبوع الرابع للاسبوع السادس، بشرط انك تقدر تتني الركبة حوالي 110 ل 120 درجة بدون ألم. طيب ليه الدراجة مفيدة؟ لانها رقم واحد بتحسن لك مدى الحركة، بتنشط الدورة الدموية بدون تحميل زائد، بتقوي عضلات الفخذ والساق تدريجيا، بتحسن التناسق العضلي العصبي. طيب ابدأ ازاي بأمان؟ حاول ترفع مقعد الدراجة في البداية لتقليل زاوية التني. ابدأ بدوسة خفيفة من غير مقاومة، استعملها 10 دقائق يوميا كفاية في أول أسبوع. زود الوقت تدريجيا، ما تستخدمهاش لو عندك تورم أو ألم مفاجئ في الركبة، لكن لاحظ ان الدراجة العادية اللي بتركبها في الشارع ممنوعة أول 3 ل 4 شهور، لأن فيها خطر الالتفاف المفاجئ أو فقدان التوازن. الدراجة وسيلة علاج بس مش أي وقت. ابدأها لما يسمح لك طبيبك، وخلي طبيب العلاج الطبيعي يشوف استجابتك. تابعني في أقوى سلسلة على الإنترنت لإجابة أهم 50 سؤال بيهموك عن قطع الرباط الصليبي الأمامي، وهتعرف في الحلقة اللي جاية إمتى تقدر ترجع للجيم وممارسة الرياضة بكامل طاقتك. مشتاق ترجع الجيم؟ استنى، لان كل تمرين ليه توقيته وممنوعاته. الرجوع للجيم بعد عملية الرباط الصليبي خطوة مهمة، لكن لازم تتم بشكل تدريجي ذكي وتحت إشراف مختص. طيب إمتى تبدأ التمرين؟ بيكون غالبا بعد 6 ل 8 أسابيع. تبدأ بتمارين بسيطة بشرط أن يكون التورم قل، مدى الحركة رجع طبيعي، والتحكم العضلي بدأ يتحسن. بالنسبة للتمارين المسموحة، فأولا تمارين تقوية عضلات الفخذ الأمامية والخلفية بدون أوزان زايدة، الدراجة الثابتة، الأجهزة اللي ما فيش فيها تحميل مباشر زي الليج بريس، تمارين التوازن والتأهيل العصبي. أما الممنوعات في البداية فالجري، القفز، أي تمرين فيه تغيير اتجاه سريع، الأوزان التقيلة على الساق. الرجوع للجيم هدف جميل، لكن التأهيل هو الأساس. الجيم بدون تأهيل هو طريق قصير لإعادة الإصابة مرة تانية. عارف إنك بتحب الجيم، لكن لازم تحترم خطة التأهيل علشان ترجع ليه بقوة وأمان. اسأل دكتور العلاج الطبيعي بتاعك أو المدرب الرياضي عن تمارين كل مرحلة. تابعنا في السلسلة دي. والسؤال الجاي: إمتى أبدأ أجري؟ نفسك ترجع تجري؟ الجري مش أول الطريق، ده محطة متأخرة وبيحتاج إذن خاص. الجري يا جماعة من التمارين اللي بتحط ضغط عالي ومفاجئ على مفصل الركبة، عشان كده ما ينفعش ترجع له بمجرد انك بدأت تمشي كويس. طيب ايه التوقيت المناسب؟ اغلب المرضى بيبدأوا الجري الخفيف بعد 12 ل 16 اسبوع من الجراحة، وده بعد تقييم دقيق
من دكتور العلاج الطبيعي أو الجراح. الشروط الأساسية قبل الرجوع للجري مرة تانية هو القدرة على تاني الركبة وفردها بالكامل. القوة العضلية في الساق المصابة وصلت على الأقل ل 80% من الساق السليمة. التوازن والتحكم العصبي العضلي ممتاز، مفيش ألم أو تورم بعد النشاط. أما نوع الجري المسموح بيه فجري خفيف على التريدميل أو على سطح مستوي وثابت بدون تغيير الاتجاهات أو السرعات بشكل مفاجئ. الجري على أرض غير مستوية أو الجري السريع أو لعب الكورة ممنوع تماما في هذه المرحلة. الجري يا جماعة مش مجرد تمرين، ده اختبار حقيقي لقوة وتأهيل ركبتك. رجوعك للجري محتاج إذن مش إحساس. اسأل طبيبك واعمل تقييم قوة وتوازن قبل أي خطوة سريعة. تابع سلسلتنا عن قطع الرباط الصليبي الأمامي. انك ترجع تلعب كرة مرة تانية بعد عملية اعادة بناء للرباط الصليبي الامامي مش معناها بس انك بتمشي كويس او بتجري كويس. لازم تدخل مرحلة اسمها Return to Sport Training او تأهيل ما قبل الرجوع للملعب. التمارين هنا مش عادية، دي بتجهز جسمك لحركات الملاعب الحقيقية: ثبات، تغيير اتجاه، قفز، هبوط، احتكاك. اهم 6 انواع من التمارين للرجوع الامن للملعب بتكون تمارين التوازن الديناميكي زي الوقوف على لوح غير مستقر مع رمي كرات مطاطيه، ودي بتقوي التحكم العصبي العضلي. تمارين القفز والهبوط، وفيها القفز والنزول بيكون بثبات على الرجلين او رجل واحده، وده ضروري جدا عشان تمنع اصابات متكرره للرباط الصليبي. تمارين تغيير الاتجاه زي الحركه على شكل حرف تي او حرف A، دي بتحاكي مواقف حقيقيه داخل الملعب. كذلك تمارين تقوية مركبة زي القرفصاء أو ضغط الكتف، وده بيكون لتنسيق الجسم بالكامل تحت الحمل. تمارين التسارع والتباطؤ كذلك، تمشي ثم تجري ثم تقف فجأة، دي بتدرب عضلاتك على امتصاص الصدمة. يجي بعد كده محاكاة رياضتك. لو بتلعب كورة، تمريرات، مراوغة، تسديد خفيف. التدرج يا جماعة هو المفتاح. المرحلة دي غالبا بتبدأ بعد الشهر السادس وبتستمر حتى العودة الكاملة لممارسة الرياضة. قبل ما ترجع للملعب لازم تجهز نفسك للملعب. اسأل دكتور العلاج الطبيعي عن الريتيرن تو سبورت بلان، يعني خطتك المخصصة لرياضتك انت. تابعني في اقوى سلسلة على الانترنت لإجابة اهم 50 سؤال عن قطع الرباط الصليبي الامامي. والسؤال اللي جاي: هل ممكن يحصل قطع تاني في الرباط الصليبي؟